السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني يا بنات من اخر فيديو عملناه مع بعض. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. وان شاء الله النهاردة كده شوية افكار عن اول ما تمسكي القبض بتاعك. القبض ان شاء الله قرب. اول ما تمسكي القبض بتاعك ازاي هتظبطيه وازاي هتظبطي ميزانيتك، وازاي هتظبطي كمان انك تقدري توفري قرش للزنقات وطبعا قناتنا انتوا عارفين ان هي عبارة عن قناة توفير في واقتصاد وحاجات كده كويسة ان شاء الله بإذن الله نعملها مع بعض. بس يلا بقى بينا كده شوية افكار حلوة قوي، بس نسمي الله الاول ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ويلا بينا كده نبتدي الفيديو. وما تنسوش تقولوا الدعاء يا ولاد. اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي والجأ الى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. النهاردة ان شاء الله انا هعرفك اذا كانت ميزانيتك سواء 1000 سواء 2000 سواء 3 سواء 4 سواء 10، انتي وميزانية بيتك انتي هتقدري تقسميها ازاي، وهتمشي على خطوات ثابتة لأي ميزانية حضرتك هتعمليها في بيتك. يعني الكلام ده كلام شامل على جميع الميزانيات، من اول ال1000 جنيه لحد يعني اذا في حد بياخد 10000 جنيه، وطبعا انا اشك في الموضوع ده يا بنات. هنبتدي ازاي كده بقى الفيديو بتاعنا والافكار بتاعتنا. يلا بينا بقى كده نسمي الله ونجيب ورقه وقلم واكتبوا ورايا وسجلوا الحاجات الجميله اللي انا هقولها لكم دي النهارده، عشان تبقي ست بيت كده مدبره وموفره وتقدري تمشي امور بيتك ازاي. وهي ان اول خطوه معايا كده بعد ما نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. هنا كده انا جايبه برطمان فاضي. البرطمان الفاضي ده هنعمل فيه ايه؟ هنعمل فيه اهم حاجه دلوقتي. اول ما نمسك كده بسم الله الرحمن الرحيم الفلوس بتاعتنا. انت مسكتي مثلا مصروف الشهر بتاعك لو بتاخديه بالشهر، وليكن مثلا ال1000 جنيه. ال1000 جنيه دي مثلا هتكفيك، المفروض ان هي تكفيك الشهر. انا بتكلم على غدا بس، اكل وشرب بس، انا ما بتكلمش على مصاريف مدارس، مصاريف دروس، مواصلات، مصاريف مثلا للولاد لو بياخدوا مصروف يومي. انا ما بتكلمش على الكلام ده خالص، انا بتكلم على ان الميزانية دي للاكل والشرب بس. طب هنعمل ايه؟ هنسمي الله كده، واول حاجة هنطلعها من الفلوس دي 5% صدقة. الصدقة دي يا جماعة جربوها، ربنا بيبارك وبيزيد في الفلوس وما تعرفيش الرزق جايلك منين. الصدقة دي ال5% بتوع ال1000 جنيه هيبقى كام؟ هنطلع 5%، يعني مثلا 50 جنيه من ال1000 جنيه. طيب انا مش هقدر ادفع يا دودي 50 جنيه مرة واحدة، كتير عليا والمرتب بتاعي صغير. طب هنعمل ايه؟ طلعي 20 جنيه، طلعي 10 جنيه واركنيها على جنب في علبة كده صغيرة، في اي حاجة في المطبخ عندك، علبة فاضية من العلب البلاستيك، برطمان ازاز زي اللي انا جايباه كده بالمنظر ده بتاع عسل يا جماعة، مش برطمان انا شارياه مخصوص ولا مكلفة نفسي. هنطلع ال10 جنيه ولا ال20 جنيه هنرميهم فيه، هنحطهم فيه، مش هنرميهم بقى. انت عايزة مثلا ال10 جنيه تطلعيها كده تتصدقي بيها في اي مسجد، اي حاجة في صندوق بتاع المسجد، تمام. مش هتكفي معاكي وحاساها ان المبلغ هيبقى قليل قوي كل شهر انك تدفعي 10 20 جنيه، حوشيه في حصالة وشيليه، او في برطمان او في علبة بلاستيك. وبعد ما تحوشيه ويبقى معاكي مبلغ حوالي 300 جنيه 400 جنيه، انزلي اعملي بيهم الصدقة وطلعيهم كده. دي بتبقى صدقة المال يا جماعة، ربنا بيبارك وبيرزق ان شاء الله بإذن الله من بعدها. حابة بقى تتصدقي بيهم بالفلوس تصدقي، حابة تعملي بيهم اطعام اعملي. هيعملوا لك اطعام؟ هيعملوا اطعام طبعا. لو 300 جنيه 400 جنيه، انت لو رحتي جبتي كيلو ونص بانيه بال 300 جنيه، وعملتي فيجيتار وقليتي البانيه، وعملتي شويه رز كده او 2 كيلو مكرونه، وطلعتي المكرونه وعليها حته البانيه، وعملتي ما شاء الله اللهم بارك. شوفي بقى الكيلو ونص بانيه هيطلعوا لك كام قطعه، وهتعملي كام طبق بعدد قطع البانيه، هتعملي كام طبق، وما شاء الله كده انت عملتي اطعام ما شاء الله اللهم بارك حلو جدا. طيب مش حابه تعملي مكرونه، اعملي رز بالشعريه، اعملي صينيه بطاطس واوراق فراخ. على قد ما يعني ان شاء الله تطلعي وجبتين بس اطعام، على قد ما الفلوس معاكي تكفي اعملي. بس ما تمنعيش الصدقة. الصدقة دي ما شاء الله بتبارك وربنا بيرزق وبتبقى خير كده اللهم بارك. يعني ربنا بيخليكي كده تدبري دنيتك وتدبري امورك من ال10 جنيه وال20 جنيه اللي بتدفعيهم صدقة دول.
طيب بعد كده ايه بقى تاني بند معانا؟ احنا ما نمسكش الفلوس ونركنها ونقول ايه، طب النهارده انا هطلع منها واجيب اكل، انا هطلع بكره واجيب اكل. لا، هتبص تلاقي الفلوس طارت في اول يومين، انت ما انتش عارفه تمشي دنيتك، والفلوس اتصرفت في اول يومين، وجبتي بيهم فرخه، جبتي بيهم لحمه، بصيتي لقيتي المصروف طار منك من غير ما تدري، ولا تلاقي معاكي فلوس، وبقيت الشهر عماله تستلفي وتديني عشان تاكلي ولادك. طب انت هتعملي ايه؟ النصايح دي والله العظيم والله العظيم نصايح من اخت لاخواتها. اللي انا ماشيه عليه في بيتي انا بقوله لكم، وطبعا خبره سنين، مش كلام كده وخلاص، عشان تقدري اي اخت او بنت لسه متجوزه جديده مش عارفه تمشي امور بيتها، فانا عشان كده بقول لها تعمل ايه. تاني حاجة هتعمليها، هتطلعي حاجة اسمها المدخرات. المدخرات دي او الادخار. الادخار ده انا معايا برطمان فاضي اهو، تمام، بمسك كده مثلا 100 جنيه، 50 جنيه، 30 جنيه، انتي ومقدرتك قادرة تشيلي ايه، بس انا عشان مش معايا فكة فانا هحط ال100 جنيه دي كده اهي مدخرات. المدخرات دي كده انا مش هاجي ناحيتها تماما باذن الله، باذن واحد احد انا مش هاجي ناحيتها، هتنفعني. جيت اخر الشهر ما معيش فلوس والفلوس خلصت، هطلعها وهعمل اكل لولادي، والحمد لله ربنا بيبارك وبيعدي اليومين اللي باقيين من الشهر. طيب الحمد لله الشهر كفى ووفى معايا والفلوس فاض منها والحمد لله الدنيا تمام وبقت 100 100. طيب ال100 جنيه دي انا هعمل بيها ايه؟ اديها مركونة 100 على 100، هتلاقي نفسك معاكي 500 600 ألف جنيه حوشتيها، من 50 جنيه، من 30 جنيه، من 10 جنيه. ما انتش قادرة تشيلي ال100 جنيه، شيلي 50 جنيه. ما انتش قادرة تشيلي ال50 جنيه، المهم ان يبقى انت متعودة على حاجة اسمها الادخار، انك بتدخري فلوس عشان تلاقيها وقت الزنقات، ان شاء الله باذن الله تصرفوها في الفرح يا رب. بس انا بتكلم على وقت الزنقات، ناس كتير بيجي لها مثلا عيلك تعب، هتخبطي على جارتك تاخدي منها فلوس مثلا عشان تروحي تكشفي عليه؟ لا، يبقى انت شايله قرش للزنقه. مثلا محتاجة حاجة تجدديها في مطبخك، طب انت شايلة القرش ده هتجددي بيه حاجة. محتاجة مثلا دخلة عيد ومحتاجة تجيبيلك طقم ملايات حلو، برضو القرش ده بدل ما تزنقي جوزك وتزنقي بيتك وتزنقي الدنيا، وهم الله يكون في عونهم، ربنا يا رب يعينهم على اللي هم فيه، ومصاريف في الدنيا بقت غالية، ومصاريف الولاد والمذاكرات والمدارس والدنيا، فطبعا ربنا يعين كل اب وام على حالهم يا رب العالمين وعلى اولادهم. فطبعا انت لما هتحطي الفلوس دي انت هتشيليها كده لوقت الزنقات، او لوقت الفرح. يعني انت سواء بقى مزنوقه هتطلعيهم، مش مزنوقه اديهم مركونين لحد ما يبقوا ان شاء الله مبلغ تقدري لو حابه تجددي حاجه في مطبخك، حابه تجددي حاجه في شقتك، حابه تجيبي فازه جديده زي كده مثلا ب10 15 جنيه، تدي منظر لمطبخك، تدي منظر لبيتك. انت اولى بالفلوس والقرش اللي انت بتدفعيه. يعني بتاخدي مثلا ال1000، اعملي حسابك ان هما 900 مش 1000، على طول كده بقوم شايلاها في البرطمان. برطمان يا جماعة، مش حصالة ولا شارية ولا مكلفة ولا اي حاجة خالص، تمام، وهشيله بعيد عن ايدي. بعد كده باجي كده بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدي بقى ان انا اللي باقي معايا هقسمه. طبعا انا لو خدته كده وقلت هنزل اجيب بقى فراخ واجيب لحمه واجيب سمك واجيب معرفش ايه، هبص الاقي المصروف بتاعي اللي هو بجيبه في اول الشهر اتصرف كله، ولا هيكفوا اي حاجه، وهقعد انا بقيت الشهر اغني ظلموه زي ما بيقول. ف طب هعمل ايه؟ همسك كده ال900 جنيه الباقيين معايا، طبعا ال100 جنيه دي انا طلعت منها الصدقة وشلت الباقي في الحصالة. طيب ال900 جنيه اللي باقيين معايا هعمل فيهم ايه؟ 300 و300 و300. طيب كده احنا هيبقى لو 300 جنيه كل اسبوع، ونمشيها بقى اكلات اقتصادية على اكلات موفرة، على اكلات مثلا اجنحة فراخ مرة، على كبد وقوانص مرة، على فرخة جبتيها مرة في الشهر، على كيلو سمك وعملتيه كده صيادية وعملتي جنب منه شوية رز، وما شاء الله عملتي صينية بحالها كده وقعدتوا اتغديتوا وكلتوا، ما شاء الله هتشبعوا وهتبقى الاكلة موفرة وزي الفل. مرة عدس، مرة قرنبيط، ما شاء الله الخضار بتاع الشتاء طلع وبقى زي الفل، مرة قرنبيط، مرة شوية محاشي من غير لحوم ومن غير فراخ وبشوية مرق الدجاج وعملت شوية شوربة وسقيتي المحشي بيهم، وما شاء الله اللهم بارك، ربنا بيخلي الأكل زي العسل، وربنا يديمها نعمة ويطعم كل جائع على وجه الأرض يا رب العالمين.
طيب احنا لو عايزين نمشيها بالاسبوع كده هيبقى في اسبوع ايه ناقص، مش عاملين له حساب. طيب ما احنا بقى لو عملنا كل اسبوع يومين تلاتة اربعة كده وجبات ارداحي، احنا الاسبوع الرابع هنلاقي له مكان في الفلوس. طيب لو احنا بقى حابين يبقى احنا نعمل ايه؟ كل 15 يوم نقسم ال900 دول، كل 15 يوم اهو 450 جنيه. تمام كده، يبقى كل 15 يوم من الشهر 450 جنيه. ال 450 جنيه هتنزلي تجيبي بقى شوية بتنجان على شوية بطاطس على شوية فلفل على شوية طماطم، اللي هي مونة البيت، او اي بيت ما بيخلاش من شوية الخضار دول. لو طلعتي شوية لوبيا ناشفة، شوية فاصوليا ناشفة، وعملتي طبخة لولادك مع شوية رز مع شوية شعرية، ما شاء الله كلتوا بقيت الاكلة زي العسل. طيب لو انتي مش حابة تعملي كده وعملتي شوية عدس في اليوم وشوية بصل اخضر، البصل الاخضر طلع، وعملتي اكلة كده شعبية اقتصادية حلوة، ما شاء الله هياكلوا ويشبعوا ويبقى الدنيا تمام معاكي. المهم ان ال 450 جنيه ما تخرميش ولا تزودي عليهم ولا تنقصي، لانك لو زودتي هتبص تلاقي نفسك بتديني وبتستلفي. طيب إيه يبقى احنا نمشي بايه؟ نمشي بمبدأ اللي على قد لحافك مد رجليك، على قد اللي معانا هنمشي، بالكتير هتمشي وبالقليل هتمشي. فاحنا نقول ايه؟ نقول الحمد لله على اللي معانا، وربنا يزيدنا ويزيدهم بركة يا رب. واول ما تيجي نازلة السوق، قبل ما تدخلي السوق تقولي الدعاء بتاع السوق، بتاع دخول السوق. الدعاء ده ما شاء الله اللهم بارك، يعني ربنا بيبارك في كل حاجة بتجيبيها، وبيبارك في الفلوس اللي انت نازلة بيها، وبيبارك في رزق يومك اللي انت رايحة تجيبي بيه شوية خضار وشوية اكل لبيتك، فبتلاقي البركة عمت في كل شيء، في حاجة انت بتجيبيها من السوق. ويا رب يا رب اكون قدرت افيدكم النهارده، وتاخدوا افكار كده اقتصاديه وحلوه وسهله، وعن تقسيم المصروف، وازاي تجيبي اساسياتك، وازاي تقسمي مصروف في بيتك بالشهر. ويا رب كده اكون عند حسن ظنكم. واذا عجبك الفيديو ما تنسيش كده تحطي اللايك لاختك دودي، وتشتركي بالقناه، وتفعلي زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل جديد بنزله. وما تنسيش كده تفرحيني بكومنت قمر كده زيك، وتكتبي لي كده اي كومنت كده يفرحني ويسعدني. وما تنسيش تعملي شير في الخير، يعني اذا الفيديو عجبك واستفدتي منه ما تنسيش تعملي شير كده مع اصحابك وعيلتك واصدقائك عشان الكل يستفاد والفكرة تعم للكل. وما تنسيش ترفعي الفيديو بلايك يا امارات يا حلوين يا عسلات، عشان اللايك ده هو مش بيفيدك انت بحاجة، بس بيفيدني انا، بيرفع لي الفيديو عشان الفيديو يتشاف والكل يستفاد. جزاكم الله كل خير. كنتم مع دودي، كنتم مع يوميات دودي، وانا دودي، ومع الف مليون سلامة. توحشوني ودمتم سالمين وفي رعاية الله. مع الف مليون سلامة حبايب قلبي.